اهلا وسهلا البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد القريصات هادو. كما كتشوفوا كيجيو اسفنجيين خطيرين خفافين وساهلين في التحضير ديالهم. المقادير كامله موجوده في الدار، ما عندك لاش تخرجي. المهم شوفوا كيفاش كيجيو، شوفوا لي التذهيبه اللي فيهم، اللوي اللي فيهم كيفاش داير، خفافين ودغيا كيوجدوا. ما تديوش على كل وحده كبيره وحده صغيره، المهم كلها وحده كيفاش قرصتها. المهم غنشارك معكم مقادير والطريقه ديال التحضير ديالهم، فهما بساطين وساهلين بالتحضير. بقاو معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. اول حاجه غنحتاج هنا 2 كيسان ديال الحليب دافي كما كتشوفوا. ها هويا درت 2 كيسان ديال الحليب، غنزيد عليهم 4 ديال المعالق ديال سكر سنيده ومعلقه كبيره ديال الخميره، ها هي الخميره الفوريه كما كتشوفوا. بالنسبه للحلاوه البنات فكل واحد يدير على حسب الحلاوه اللي كيبغي. انا درت غير 4 المعالق، الله يجعل البركه. بامكانكم ديروا 5 المعالق او لا حتى تنقصوا من ديك الخميره، يعني ما ديروش 4 المعالق كاملين. نتوما لا بغيتوهم حلوين ولا هكايا عاديين صافي. وغنخلي هاد المكونات هادو واحد 5 ديال الدقائق هكايا حتى يتفاعلوا مع بعضياتهم. غنغطيهم، رانا غطيتهم بهذه ديال العجانه وعاد زدت فوقهم بلاستيكه. من بعد البنات زدت نص كاس ديال الزيت. هنا راه درت نص كاس ديال الزيت، هذا راه ما درتوش كامل. نص كاس ديال الزيت. غناخذ بيضه، ما غنديرهاش كامله، غادي ندير غير الابيض ديالها. بالنسبه للاصفر فغنخليه هو باش غادي ندهنهم من الفوق صافي. غادي ندير غير الابيض كما قلت لكم. وعندي هنايا هذا قشور ديال الحامض مركز. بامكانكم ديروا غير حامضه تشدوها وتحكوها. انا هذا كان شاط ليا، من كنت درت الحامض مركز وكان شاط ليا هذا ودرته صافي. وزدت شويه الملحه وغنخلط هادشي كامل مع بعضياته كما كتشوفوا. خلطهم مزيان صافي بحال هكا حتى يتجانس ليا هادشي كامل مع بعضياته. من بعد غادي نزيد البنات المنسمات باش غادي نسم كل واحد وله حريه الاختيار. بامكانك انت ديري الزرارع، بامكانك ما ديرهمش تخليهم هكا تكتفي بهم هكا. انا درت حفنه ديال زريعه الكتان، حفنه ديال حبه حلاوه، وغادي نخلط هادشي كامل كما كتشوفوا. بامكانكم كما قلت لكم ديروهم اولا تستغناو عنهم صافي. وغادي نجيب الطحين. بالنسبه للطحين البنات فانا هز ليا 500 غرام ديال الفورس، وانتم على حساب الفورس ديالكم. كاين اللي غتهز ليا 500 ومهم هو راه ما غاديش تفوتي فيهم 550 غرام، يعني نص كيلو 50 غرام. فانا هز ليا نص كيلو. العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه عاوتاني. المهم غادي نغربلو مزيان بحال هكايا صافي. المهم غنغربلو كما قلت لكم. ومن بعد غادي نديرهم يتعجنوا. ندير الخليط ديالي كامل يتعجن في العجانه. بامكانكم تعجنوا بيديكم. من بعد ما تعجن ليا العجينه غادي نضيف 2 معالق ديال الزبده، 2 معالق ديال الزبده، ونخلي العجينه تعجن مزيان ونخليها. من بعد ما تعجن نخليها تخمر في البول ديالها حتى يتضاعف الحجم ديالها مزيان. نخليها تخمر على راحتها حتى يبان لي الحجم ديالها راه تضاعف. هنا من بعد ما تضاعف الحجم ديالها كما كتشوفوا هانتوما غادي نحطها على سطح العمل. السطح هنايا فوق بوطاجي مغسول وناضي كلشي هو هذاك. غنحطها باش نخدمها مزيان. يلا خليكم معايا. صافي من بعد غنبدا نقرصها بحال هكا، نقرصها قريصات صغارين. شوفوا العجينه كيفاش كتعطيني الطوع. العجينه مرخيه، ماشي مرخيه، لينه وكتعطيك الطوع في يديها صافي. غادي نبقى نقرص بحال هكايا وغادي نقرصهم غير شويه في الطاوه راه دهنتها انا بشويه ديال الزيت. واخا هما ما غاديش يلصقوا، ولا كان عندكم ورق الزبده ديروه، انا ما توفرش عندي درت غير الزيت. المهم ندير كويره بحال هكا وكنقرص وكندير. المهم غنكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الطاوه ديالي كامل ونكمل العجينه ديالي كامله وصافي. ونتلاقاو باش ندهنوهم مع بعضياتنا. الا وصلتي معايا حتى لهنا اختي ما تبخليش عليا بواحد الاشتراك، بواحد اللايك، بواحد التعليق هكايا باش تشجعوني ونزيد نعطي اكثر واكثر، ونعرف بان المتتبعين ديالي هكايا كيعجبوهم لي فيديو ديالي كاملين. شكرا لكم، شكرا لاي وحده تفرجت فيا. المهم دابا غنبدا نقرص بحال هكايا عاد باش نحطهم في الطاوه. دابا غادي نغطيهم يخمروا المره الثانيه. هذا درتهم صغار على حساب الوليدات وصافي. غنغطيهم يختمروا للمره الثانيه. واخا ها هما راه جايه فيهم الخميره هانتوما حتى يختمروا. عاد ندير ليهم غادا ندير ليهم قهيوه وداك الصفار بيضه، نخلطهم وشويه الخل الابيض وندهنهم بهم وندخلهم يطيب.
من بعد ما تضاعف الحجم ديالهم خديت هذيك الصفر بيضه اللي كانت بقات ليا، زدت عليها شويه نيسكافي وشويه ديال الخل، وغادي ندهنهم كاملين مزيان باش يجيو محمرين تحميره وحده. كاين اللي غادي ندير فيهم الزنجلان، المهم تزين لكم حولي تغسيل بامكانكم ديروا الزنجلان من فوقهم او لا تكتفيو فقط بهذا الدهين ديالهم صافي وتدخلوهم يطيبوا. انا غادي ندير فيهم الزنجلان وندخلهم الفران، راه شعلته من قبل لدرجه حراره متوسطه. غنطيبهم على نار من التحت. بالنسبه للفرن العادي يعني ديال الغاز غنطيبهم شاعله من التحت حتى يطيبوا لي مزيان، عاد نهبطهم للاسفل يتحمروا. بالنسبه للفران ديال الضو فغتشعلوه كما العاده على 180 درجه حتى يطيبوا، وغادي تشعلوه من الفوق ومن التحت عاوتاني باش يتحمروا لكم دغيا دغيا مع المروحه. صافي هانتوما دهنتهم كاملين. دابا غادي ندخلهم الفران نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. فصدقوني كيجيو رائعين وغيحمروا لكم وجوهكم، ما غاديش تندموا عليهم. غير جربوهم وردوا عليا الخبر. صافي المهم انا ما درتش كلشي ليهم الزنجلان، حيت كاين اللي ما وليداتي ما كيبغيوش ليا الزنجلان تيبقاو ينقيوه ليا، فانا اكتفيت غير بشي وحدين درت ليهم الزنجلان والشي الاخر ما درتوش ليه. شعلت عليهم النار مهيله، ها هما جايين في الطياب ديالهم هانتوما شوفوا. صافي نخليهم يطيبوا على خاطرهم تيشدوا راسهم ونهبطهم لتحت. هانتوما من بعد ما خرجتهم من الفرن البنات شوفوا كيفاش كيجيو محمرين غزالين ما شاء الله. درت لكم الاضاءه. المهم انا راه ما خاصنيش ندير، خصهم تيكونوا هانتوما شوفوا كيفاش محمرين، شوفوا خاويين راه مازال سخانين. دابا غنغطيهم ونخليهم حتى يرجع عليهم الصهد ديالهم عاد باش نديرهم في طبق التقديم ونوريكم الشكل النهائي ديالو. اكيد هذه مرحله مهمه باش ما تخرجوا الطاوه من الفران، غطيوها باش يرجع عليها الصهد ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديالهم البنات. شوفوا كيفاش كيجيو خفافين. ها شوفوا كيفاش كتطلع وتهبط، كيجيو زوينين ما شاء الله. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم البنات، كنتمنى يكون نال اعجابكم وشاركت معكم شي هوايه اللي بسيطه وقوتي ساهل خفيف دغيا توجديه في دارك تفرحي بيه وليداتك وتعمري به الطبيلات ديالك. شكرا لكم، شكرا على المتابعه ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. اكيد ما تنساونيش من البارطاج ومن اللايك والتشجيع ديالكم. الله يخطيكم.